مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، والمستهل بأبرز العناوين. 6 مليارات نقفة إعانة لأسر الشهداء. صلوات ترحم على أرواح الشهداء في أسماء. معرض للصور ودعم مالي لأسر الشهداء في أسمرة. قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية ضربت تل أبيب، وإسرائيل تنفذ ضربات في طهران. إيقاف بث فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية في توغو لمدة 3 أشهر. الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقديم الحكومة الإريترية حوالي 6 مليارات نقفة إعالة لأسر الشهداء. وأوضح مدير قسم رعاية أسر الشهداء في الوزارة السيد زرآي تخلآب إن الحكومة بدأت إعانات أسر الشهداء عام 1995 لتخفيف مصاعبها، وقدمت حينها 10,000 بر لكل أسرة شهيد. وقال إنه وبعد صدور مرسوم إعالة أسر الشهداء تم البدء في شهر يناير 2004 تقديم مبلغ 500 نقفة شهريا لكل أسرة شهيد بانتظام. وذكر بأن ميزانية الإعالة السنوية تصل إلى 300 مليون نقفة، إضافة إلى تأهيل أسر الشهداء باستكشاف المجالات التي تستطيع العمل فيها، سواء في تربية الحيوانات أو المتاجر الصغيرة. وأشار إلى دعم المواطنين في الداخل والخارج لأسر الشهداء بشكل فردي وجماعي، ليشمل الدعم الطلاب وعمال القطاع العام والشعب عامة. أقامت المساجد والكنائس اليوم صلوات ترحم على أرواح الشهداء، وأقيمت صلاة الترحم في كنيسة القديس ميكائيل بصزرات في أسمرة صباح اليوم بحضور أعضاء المجمع المقدس، البطاركة والقساوسة والكهنة. ووجه نيافة الأنبا باسيلوس أمين كرسي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كلمة في المناسبة التي شارك فيها رعاة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية حول مضمون وعزة الشهيد. وأوضح مسؤول الدعوة الإنجيلية القسيس سمعون بياني أن يوم الشهداء يمثل يوم حب وتقدير للتضحيات التي قدموها من أجل الوطن والشعب، وإنه يجب علينا الحفاظ على الوطن بالوحدة والحب وتنفيذ أمانة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية. وأقيم القداس بتلك المناسبة. وفي عصر نفس اليوم أقيمت صلاة ترحم في جامع الخلفاء الراشدين في أسمرة، أمها سماحة مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار. وذكر الشيخ سالم أن استقلال إريتريا وكرامة شعبها نتاج التضحيات الثمينة التي سطرت بدمائهم الزكية سجلات تاريخ الوطن المجيد انتصارا بعد نضال مرير، موضحا بأن التسابق لنيل شرف التضحية والفداء في النضال التحرري والزود عن السيادة هو كرم وعطاء شهدائنا البرر الأخيار. وذكر سماحته إن سر الانتصار يعود إلى الوحدة، موصيا بوحدة القلوب وأن نرعى أسر الشهداء ماديا وعينيا ومعنويا. نظم معرض للصور ودعم مالي لأسر الشهداء في أسمرة بمناسبة 20 من يونيو. افتتح المعرض الذي يضم 35 لوحة للفنان قدي قبر ميكائيل تصور الفظائع التي ارتكبها نظام هيلا سلاسي من عام 1967 إلى عام 1974. افتتحه حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هيلي ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق يوم 18 من يونيو. وفي المناسبة وزع مبلغ 160 ألف نقفة تبرع بها موظفو إدارة الإقليم الأوسط على 80 أسرة محتاجة من أسر الشهداء. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هيلة في الكلمة التي ألقاها إن وقوفنا مع أسر الشهداء واجب وطني، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإريتري. وفي اليوم نفسه أقام أعضاء وزارة الخارجية وسكان معسكر دندن فعاليات ذكرى الشهداء.
وقال وزير الخارجية السيد عثمان صالح في كلمة له خلال فعالية نظمتها الوزارة في مكتب الشؤون القنصلية إن يوم 20 من يونيو هو يوم مهيب لتذكر شهدائنا بكل فخر. وذكر أن القيم الإريترية المتمثلة في لأضحي أنا وتبقى أنت يجب غرسها في الأجيال الجديدة. وتضمنت فعالية معسكر دندن الذي حضرته وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم عروضا فنية متنوعة تعكس مناسبة 20 من يونيو. أقامت لجنة الاحتفالات في الإقليم الجنوبي حفل تأبين بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء في مقر إدارة الإقليم يوم 18 من يونيو. وقال رئيس اللجنة السيد إبراهيم يوهنس إن يوم 20 من يونيو هو أرشيف ثمين يحتوي على عدد لا يحصى من مآثر النضال من أجل الحرية واحترام السيادة. وقال إن التضحية من أجل الوطن والشعب ثمن باهظ لا يمكن تقديره بالمال. وتضمن برنامج الحفل الذي حضره موظفو كافة الوزارات أغاني وقصائد وأناشيد ومونولوجات ومسرحيات تعكس بطولات الشهداء. في غضون ذلك أجرى الطلاب والمعلمون ومقدمو الرعاية في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية أنشطة نفير في مقبرة الشهداء في مديرية عدقيح وحفل تأبين في الكلية. وشارك في النفير أكثر من 300 شخص لسقي الأشجار ورعايتها. وفي ساعات المساء قدم عرض فني للشعب عبر عن ثقل 20 من يونيو وتضحياته. إحياء لذكرى يوم الشهداء بمختلف الفعاليات يومي 18 و19 من يونيو، قام موظفو وزارة الزراعة يوم أمس 18 من يونيو بتشجير وعناية الأشجار التي زرعوها سابقا ضمن برامج ذكرى يوم الشهداء. ثم أقيمت مراسم تمجيد الذكرى تضمنت عروض فنية مختلفة تناولت البطولات والتضحيات التاريخية إلى جانب إضاءة الشموع. وأشار وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في كلمته إلى مجد تضحيات الشهداء، وإن يوم 20 من يونيو يعتبر يوم يذكرنا بالعمل بجدة من أجل الشعب وخدمته بتفان وإخلاص. في غضون ذلك نظمت لجنة تنسيق جمعيات المقاتلين أنشطة نفير جمعي صباح اليوم 19 من يونيو بميدمنت. وأوضح رئيس لجنة تنسيق جمعيات المقاتلين السيد تسفاي قلته الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل جمعيات المقاتلين القدامى، وإنه تم تنظيم 44 جمعية للمقاتلين القدامى. وإن من أهم أهداف تنظيم هذه اللجنة هو تنظيم ذكرى الشهداء سنويا. وقد شارك الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة في زرع شتلات الأشجار. وقدم في البرنامج قدمت مواد ثقافية وفنية تجسد الذكرى. يتم في مديريتي كرن وهبر العمل على تقديم دعم عيني لأبناء الشهداء لدعمهم بتقديم الأدوات المدرسية سنويا. وأوضحت عضو لجنة رعاية أبناء الشهداء بمديرية هبره سيدة فاطمة محمد إن البرنامج بدأ في عام 2016 بتبني كل موظف في المديرية لابن شهيد لتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة، وإنه يتم رعاية 60 طالب حتى الآن. وأضاف مسؤول مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية السيد موسى عبد الرحمن بدوره أنه يتم دعم ورعاية أسر الشهداء بطرق مختلفة، مؤكدا أنه يتم الاهتمام بهذا البرنامج حيث وجد أن الدعم المقدم كان محل منفعة لأبناء الشهداء مؤمنا اللوازم الدراسية. كما يقوم أعضاء مكتب الجبهة وفرع الصحة بالإقليم بمبادرة تبني منذ العام الماضي لأبناء الشهداء الذين هم في المرحلة المتوسطة بالتكفل بتغطية تكاليف اللوازم الدراسية لهم. وأعرب المساهمون من موظفي المؤسسات الحكومية عن مدى فخرهم بمشاركتهم في هذا العمل الوطني، خاصة أنهم يعتبرونه أحد واجباتهم الوطنية. بالإضافة إلى هذا يتم حراثة أراضي أسر الشهداء الزراعية في ضاحية ملبسه التابعة لمديرية حلحل بالنفير الجماعي. وأفاد مدير إدارة الضاحية بأنه يتم حراثة مزارع أسر الشهداء في جميع القرى التسعة التابعة لإدارة الضاحية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية.
أطلقت إيران زها 30 صاروخا على مناطق واسعة من إسرائيل، حيث أفيد عن سقوط عدد منها في نطاق مدينة تل أبيب، حيث أفاد إعلام إسرائيلي عن تسجيل 3 قتلى و30 جريحا، كما أفيد عن إصابة مباشرة لدى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب إسرائيل. وذكرت صحيفة إسرائيلية أن الصواريخ الإيرانية سقطت على 4 مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سكان محاصرين في مبنى أصابه صاروخ في منطقة جوش دان في تل أبيب. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة مستشفى سوروكا إصابة مباشرة بعدما أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات في إيران، خصوصا في طهران، في اليوم السابع من هجومه على الجمهورية الإسلامية. وعلى الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا سلسلة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران. منعت فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية من البث لمدة 3 أشهر في توغو بتهمة بث تصريحات غير دقيقة ومتحيزة في أعقاب الاحتجاجات التي هزت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. ويقلص هذا الإيقاف مساحة البث في غرب إفريقيا لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين الفرنسيتين العموميتين، واللتين علقتا لسنوات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وأوضحت هيئة الإعلام في توغو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إخفاقات متكررة سبق الإبلاغ عنها والتذكير بها رسميا في مسائل الحياد والدقة والتحقق من الحقائق. بعد 3 عقود من العنف المتبادل، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بالأحرف الأولى نص اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، سيوقع رسميا في 27 من يونيو وفقا لبيان مشترك صدر تحت رعاية الولايات المتحدة. ويتضمن النص الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في إبريل أحكاما بشأن احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضا. ومن المقرر أن يوقع اتفاق السلام رسميا في اجتماع وزاري يوم 27 من يونيو في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال 3 أيام من الحوار البناء حول المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية بين ممثلين لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن بحسب البيان. وصل الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث سبل تعميق ما وصفه وزيرا خارجيتيهما بالشراكة الاستراتيجية الناشئة. وأكد لافروف على ضرورة سعي روسيا وإندونيسيا إلى تعميق علاقاتهما الدفاعية والأمنية والبحرية والتجارية. وأضاف أن شراكة روساتوم النووية الحكومية الروسية مستعدة لمساعدة إندونيسيا في بناء محطة للطاقة النووية، وأن البلدين قد يجريان مناورات عسكرية مشتركة. وأشار سوجيونو إلى وجود توافق بين بوتين وبرابو، واقترح عليهما تطوير وتعميق علاقاتهما لتتحول إلى شراكة استراتيجية. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. 6 مليارات نقفة إعانة لأسر الشهداء. صلوات ترحم على أرواح الشهداء في أسمرة. معرض للصور ودعم مالي لأسر الشهداء في أسمرة. قتلى وجرحى بصواريخ إيرانية ضربت تل أبيب، وإسرائيل تنفذ الضربات في طهران. إيقاف بث فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية في توغو لمدة 3 أشهر. الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام.
انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.